بيبدأ الفيلم بعيلة رايحين منتجع سياحي اللي هما جاي الأب وبريكس الأم مع أولادهم اللي هما تريندو ومادوكس. وبيوصلوا المنتجع ويقابلوا صاحب المكان ويديلهم مشروب اللي هو الويلكم درينك. ويروحوا تريندو ومادوكس عند بوفيه يشوفوا إدلب ابن أخ صاحب المكان ويتعرفوا على بعض. وبعد كده بيدخلوا أوضهم يحضروها. ويروح الشط يروح تريندو ومادوكس يتعرفوا على الظابط كريك اللي هو قاعد في الشط. ويتكلم مع إدلب إنهم يكونوا صحاب عشان إدلب معندوش صحاب ويوافق ترينتين يكون صاحبه. وبعد كده بيتكلم تاني مع بريكسا إنها عايزة تتطلع عشان هي عندها ورم في جسمها وممكن تموت في أي وقت. وبيرفض طبعا جاي إنه يطلقها. ويقعد تيرنت ومادوكس في أوضتهم. يروح تيرنت يفتح جواب اللي بعته إدلب بيفتحه يلاقي لغز هو عامله ويحله. ويجي غروب تظهر بنت في الشط بتنزل البحر تعوم. ويجي شاب اسمراني وراها بيبصلها نظرة غريبة. وبعد كده يظهر تشارلز هو ومراته كريستال وبنته كارا. وبعد كده يروحوا ياكلوا في المطعم. بيجي صاحب المكان يقترح عليهم مكان في جزيرة كده وفيه صخور وحاجة جميلة وطبعا بيوافقوا انهم يروحوا. وتظهر بريشكا وجوزها جارين بس بريشكا واقعة على الأرض إذا تلاقي نوبة صرع. يجي دكتور تشارلز يساعدها وتمشي منها النوبة. وبيركبوا الأتوبيس اللي يودوه المحمية اللي هناك ويوصلوا هناك هما والناس اللي معاهم اللي هما تشارلز وكريستال. ويوصلهم بالسواق ويطلع لهم الشنط ويدخلوا عند الشط والعيال تروح تلعب والكبار بيقعدوا على الرمل. وتقعد بريكس على الشط تقرا كتاب. بيروح كاي يقول لها حاجة بس يسكت تقوله بريكسا في حاجة. يقول لها مش دلوقتي أقولك بعدين. ويفضلوا تيرنت ومادوكس وكارا يلعبوا لحد ما ينزل تيرنت المية بيلاقي بنت ميتة على البحر فبيخاف وينده على أبوه ويطلعوها الناس اللي على الشط يلاقوها ميتة خالص. ويجي الواد اللي شافها اللي هو الراجل الأسمراني وهي بتنزل البحر استغرب ومناخيره بتنزل دم فجأة. بيجي تشارلز يقول له تعرف حاجة عنها ويسأله ليه مناخيرك بتنزف. يقوله معرفش حاجة عن اللي حصل ده ويتوتر. أجنس لكريستال إنها حاسة كاتمة على صدرها حاجة كاتمة على صدرها تقولها كريستال ما انت رفضت نروح نركب المركب نشم هوا. ويروح كاي يتكلم مع الواد العثماني يقول له عن البنت اللي ماتت يقول له انا معرفش حاجة. ويظهر جارين ومراته بريشكا بيتعرفوا على جاي وتشارلز جم هما في الجزيرة. ويدخل جارين جوه المحمية يغمى عليه. يجوا كاي فهو يقول له في حاجة يرد عليه جارين لا ما تقلقوش انا بخير. تيجي كريستال تنده على تشارلز تقول له تعالى في حاجة. يروح عند أجنيس يلاقيها حاسة بحاجة تقول له حاجة طبقة على ستريه. ويتلاقوا كله في حاله وفجأة أجنيس تغمى عليها. يفضل تشارلز يفوقها. في الناحية التانية بيتكلموا تيرنت ومادوكس مع بريشكا وجارين. بيسألوهم عندكم كام سنة. يقولوا لهم تيرنت عنده 6 سنين ومادوكس عندها 11. واستغربوا يقولوا انتوا بتهزروا على كده. تيجي أمهم تشوفهم كانت بتدور عليهم تستغرب تلاقيهم كبروا شوية. يجي أبوهم يستغرب هو التاني. والعيال مستغربين أكتر منهم وفيها يا جدعان. وبيشوف تشارلز الواد الأسمراني بيجري بيلاحظ حاجة وبيجري وراه يخش جوه الصخور. فجأة بيصحوا يلاقوا نفسهم في الشط ويستغربوا أكتر. وكل يبدأ يلاحظوا بحاجة غريبة في الجزيرة. يتخانق تشارلز مع الواد الأسمراني ويضربه بالسكينة بوشه لكن الجرح بيلم. بيشوفوا كاي وجاري إن الجرح استغربوا يقولوا ده مفيش حاجة والجرح لم. ويقول لهم يا جماعة أنا ماليش دعوة بالبت أنا كنت واقف هنا ببص عليها لقيتها بتعوم وما عملتهاش حاجة. والكل في حيرة من الجزيرة بيحس كل شوية بحاجة أغرب. وتيرتوكس بيكبروا كل ساعة. وتمشي مادوكس مع واد الأسمراني تتكلم معاه تقول له أنت مين يقول لها اسمه بريندون. جه هنا عشان يرفع عن نفسه شوية. تندى بريشكا عليهم كلهم تقول لهم يا جماعة تعالوا نتكلم وناخد رأي بعض. ويبدأوا الرأي عند كريستال وتشارلز تقول لهم إنهم كانوا متوترين وبأخص جوز عشان هو دكتور. ويجي دور بريكسا وجه وكاي وتقول لهم إنها عندها ورم حجمه 3 سنتي. تقول لهم ده مش خبيث. فبتوع من طولة يروح تشارلز يقول لهم إننا لازم نخرج الورم ده. ويفتح بطنها تتقفل تاني يقول لهم لا متقلقوش هو الجرح بيلم. أول ما نفتح بطنها نخرج الورم. فيروح يفتح بطنها ويحط إيديهم جوه بطنها يخرجوا الورم. وبعد كده بتفوق بريكسا وتقول لكاي إنها حاسة بتحسن شوية. ويشوف بريندون البت اللي ماتت ينده عليهم ويقول لهم دي اتحللت وبقت عظم. تقول لهم بريكسا إنها بتقع في الحفلات وكده إن الجثة بتتحلل في 7 سنين ودي مكملتش 3 ساعات. بتلاحظ بريكسا على كاي تقول له انت وشك فيه تجاعيد. وتيرند وكارا في الخيمة متقولش هما بيعملوا ايه. هما بيعملوا اللي انت زي ما انت شايف كده بالظبط دول كانوا اطفال من ساعتين وبقوا عرسان في دقيقتين. ويبدأ جارين يقول لهم شوية حقائق ونظريات عن الجزيرة اللي هما قاعدين فيها. وتدور بريكس على ابنها وكريستال على بنتها اللي جايين من عند الخيمة. ويشوف كريستال بنتها حامل في السادس وبطنها بتكبر كل شوية.
وبيروحوا يولدوها، لكن بيطلع الطفل مات عشان الوقت جري والطفل مخدش منهم انتباه. وتقع كريستال لوحدها. تيجي مادوكس تتكلم معاه وتصرخ بريشكا عشان تشارلز عمال يطعن في بريندون لحد ما موته، ويمشوا ويسيبوه يروح كاي ياخد منه السكينة ويمسكها منه ويرميها. ويفكر جاري انه يروح يعوم في البحر عشان اي شط او مكان تاني يخرجوا منه ويودعهم وينزل البحر ويعوم. وتروح بريكسا تتكلم مع بنتها مادوكس، لكن مادوكس مش بيعجبها كلام امها، وبتنزل في البحر وهي بتعوم بتلاقي جثة جارين، وزعلوا الكل ان جارين طلع ميت. وفي الناحية التانية بتتكلم تيرنت مع كارا عن مشكلة الجزيرة اللي محبوسين فيها. يمسك تيرنت ابنه عشان يدفنه. تروح كارا تشعل في الجبل عشان تطلع تطمن على ابوها. يقول لها تيرنت انزلي يا كارا مش هتعرفي، فتركب دماغها وتفضل تطلع فمتقدرش تطلع، فبتقع على الارض وتموت ويحزن عليها تيرنت. تيجي بريشكا تقول لهم انها هتروح عند اختها يمكن تساعدها، فبتجيلها حالة الصرع وبتقع في الارض وتترمي. يروح كاي عشان يساعدها يلاقوها طب ساكتة ومش طالع منها اي تأثير، فبحس كاي ان نظره ضعف شوية. وكريستال ماشية في الجزيرة عمالة تدور وتندى على بنتها كار، وتحس بريكسا انها سمع بدأ يضعف شوية. ويبدأ الليل يجي ويدوروا تيرنت ومادوكس على ورق عشان يولعوا فيه. وبيلاحظوا ان في كاميرا قدام الجبل، بيشكوا ان ممكن حد يكون بيراقبهم او حاجه. وتقعد بريكسا مع كاي يتكلموا مع بعض. بيهجم عليهم تشارلز وجاي يقول من هناك، يجي ومعاه سكينه يحاول يضربهم. وتقول لتيرنت ومادوكس اهربوا واستخبوا في مكان محدش يعرفكم بيه. ويجروا يلاقوا في وشهم كريستا تقول لهم فين بنتي. يقولها تيرنت انها ماتت، فبتتجنن زي جوزها وتجري وراهم وهم يهربوا منها لحد ما تموت في الكهف. وتمسك بريكسا سكينة مصدية تعور بيها تشارلز، ويبدأ السم ينتشر في جسمه ويموت. ويجوا تيرنت ومادوكس يطمنوا عليهم يلاقوهم قاعدين ويقعدوا معاهم ويبدأوا يعجزوا جدا لحد ما يموت كاي وتموت بعديه بريكسا. وبيجي الصبح يكبروا تيرنت ومادوكس يوصلوا للسن بتاع أبوهم وأمهم، ويتكلموا إنهم كبروا في يوم واحد ومتبقى 12 ساعة عشان يموتوا. يقول لها تيرنت تيجي نلعب زي ما كنا صغيرين من 5 ساعات، تقول له تعالى، ويلعبوا في الرمل. يروح تيرنت يجيب الورقة اللي بعتها له إدلب اللي فيها الشفرة ويحلها، ويطلع مكتوب فيها إن عمه وهو بيكره الشعب المرجانية. يقول تيرنت إن لو رحنا عند الشعب المرجانية يمكن تساعدنا نخرج من هنا. وينزلوا يعوموا في المية ويدخلوا عند الشعب المرجانية. يلاقي أخته مش عارفة تعدي عشان الفستان بتاعها شبك في الشعب. يروح يساعدها ويكملوا عوم. ويظهر الواد اللي وصلهم من الأول بيراقبهم من الكاميرا، يتصل بصاحب المنتجع يقول مفيش حد هناك في الجزيرة، ويركب العربية ويمشي. يروح صاحب المكان يقول للعلماء إن تجربتهم نجحت وإنهم قدروا يلعبوا في الزمن وخففوا الست اللي عندها صرع طبعا اللي هي ماتت. ويظهر إدلب قاعد مستني تيرنت وصاحبه يجي، فعمه يقول له خلاص دول روحوا بيتهم. ويجي شخص يدي لكريك الظابط ورقة. وبتيجي عيلة جديدة للمنتجع اللي هم الضحايا الجداد طبعا، ويعمل معاهم زي اللي عملوا مع بريكسا وجاي. ويظهر تيرنت ومادوكس يقولوا ان هو كان عايز يموتهم. ويقرا كيريك ظابط الورقة اللي فيها اسامي الناس اللي اختفوا. وتيجي النجدة والشرطة في المكان يجوا يدلب يديله تيرنت الورقة اللي اديها له. ويظهر فلاش باك لتيرنت ومادوكس بعد ما انقذها، وفضلوا مكملين في العوم لحد ما خرجوا من الجزيرة. ويركبوا الطيارة مع ظابط كريك يقول لهم انهم رفعوا قضية على المكان وصاحبه عشان الناس متحصلهاش نفس اللي حصل معاكم، وهيشمعوا المكان قريب. متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس اللي جنبي ده عشان يوصلك كل الفيديوهات، واعمل لايك للفيديو ده عشان اللايك ده بيخلينا نكمل في المحتوى.